زي ما اتكلمنا عن كل هواتف سلسلة شاومي ريدمي نوت 12، النهاردة هنتكلم عن آخر موبايل معانا في السلسلة وهو شاومي ريدمي نوت 12 برو. اجهز كده ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. قبل أي حاجة يا أهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف شاومي ريدمي نوت 12 برو، هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، المقارنة، اي حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل. ولكن قبل اي حاجة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نشوف التصميم، وزي ما احنا اتكلمنا في كذا مرة قبل كده كل تصاميم السلسلة واحد، يعني كل تصميم الظهر بتاع الاربع هواتف بتوع السلسلة واحد. تصميم كويس زي ما قلت قبل كده، مش حاجة اللي هي واو قوي او مبهرة قوي، ولا هي حاجة وحشة، هي حاجة كويسة من وجهة نظري طبعا. ظهر الهاتف والفريم الاتنين بيجوا من البلاستيك. نشوف الشاشة، والشاشة هنا بتيجي بحجم 6.67 بوصة مع جودة فول اتش دي بلس وبدقة 2400 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل انش. والشاشة هنا نوعها اوليد، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز، وسطوع الشاشة 900 نتس. والشاشة بتدعم الدولبي فيجن وبتدعم ال HDR10 بلس. الشاشة هنا الصراحة بتقدم مميزات كتير جدا زي اللي قلناها، مثلا زي انها 120 هرتز، وكمان الشاشة اوليد، وكمان مميزات تانية زي الدولبي فيجن وال HDR10 بلس. يعني كمية مميزات رهيبة في الشاشة الصراحة. ده هيخليك تاخد من الشاشة تجربة كويسة ومشاهدة ممتعة، سواء بقى ألعاب أو مشاهدة عادية، فالشاشة هنا كويسة جدا الصراحة. طيب بالنسبة لأداء الموبايل أو المعالج، فشاومي هنا بتقدم معالج ميديا تك ديمنشيتي 1080 اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانو. المعالج ده بيتفوق على معالج سناب دراجون 778 جي بفرق مش كبير قوي حسب منصة انتوتو. طيب المعالج هنا عامل ايه؟ المعالج هنا مش محتاج اتكلم عليه، معالج كويس جدا ممتاز، هيقدم لك اداء كويس سواء في اي حاجة ممكن تستخدمها، سواء في العاب، استخدام يومي، تصفح، برامج، اي حاجة ممكن تستخدمها المعالج هيقدم فيها اداء كويس. فالمعالج بالنسبة لفئة الهاتف او السعر اللي انت هتدفعه على الهاتف كويس جدا، وهتاخد منه اداء قوي. الهاتف بيقدم 4 نسخ، واحدة 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والتالتة 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والرابعة 256 جيجا مع 12 جيجا رام. والهاتف هنا مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. هنيجي نتكلم عن الكاميرات، والهاتف هنا بيجي ب3 كاميرات خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، أما الكاميرا التانية فهي 8 ميجا بكسل ودي كاميرا ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة. أما الكاميرا التالتة فهي 2 ميجا بكسل ودي كاميرا ماكرو لتصوير الحاجات من قريب جدا. الكاميرا الخلفية هنا تقدر تصور بيها فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية، وتقدر تصور بيها فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل من 30 ل 120 فريم في الثانية. والهاتف بيجي بكاميرا أمامية 16 ميجا بكسل، وبرضه تقدر تصور بيها فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 أو 60 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا جاب حجم 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة وهتاخد منها أداء كويس وحجمها كويس، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 67 واط، يعني تقدر تشحنها لحد 100% في خلال 46 دقيقة فقط. الهاتف انت هتطلعه من العلبة باندرويد 12. الهاتف بيدعم NFC، الهاتف بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي، سماعات الجهاز تدعم الاستيريو، الهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس، الوان الجهاز هما الاسود والابيض والازرق والبنفسجي، والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة في الشاشة. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. هنيجي نتكلم عن المميزات، وطبعا اول ميزة هي المعالج قوي وكويس على سعر الهاتف. برضو الشاشة كويسة وهتاخد منها تجربة كويسة وممتعة.
البطارية مع الشحن السريع الاتنين كويسين جدا الصراحة في السعر ده، وبالذات الشحن السريع. اما بالنسبة للعيوب فالهاتف مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، ولكن دي ما اعتبرهاش عيب قوي لانك بتاخد مساحة كبيرة شوية. طيب خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف، ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اللي هيتقالوا دلوقتي مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام. الهاتف تم اطلاقه في الصين بسعر $275. اما السعر اللي احنا متوقعينه للهاتف في مصر 7700 جنيه. السعر متوقع في السعودية 1180 ريال. كده تمام قوي، ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس الفئة السعرية؟ عندنا هاتف ريلمي جي تي ماستر. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف شاومي ريدمي نوت 12 برو. هنخش على مقارنة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقول لك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف ريلمي جي تي ماستر. لو انت حابب تشوف المراجعة هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة نخش على مقارنة المعالجات، وهنا شاومي بيجي بمعالج ميديا تك ديمنشيتي 1080، وريلمي بيجي بمعالج سناب دراجون 778 جي. وهنا معالج شاومي بيتفوق بفرق مش كبير قوي. بالنسبة للشاشات فشاومي بيجي بشاشة اوليد بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وريلمي بيجي بشاشة سوبر اموليد بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. وهنا يعتبر الاثنين زي بعض. شاومي بيجي ببطارية 5000 ملي امبير، وريلمي بيجي ببطارية 4300 ملي امبير. وهنا شاومي بتتفوق. شاومي بيدعم شحن السريع بقوة 67 واط، وريلمي بيدعم شحن السريع بقوة 65 واط. وهنا يعتبر الاثنين زي بعض. طيب خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة نعرف سعر الجهازين، ولكن خد بالك ان السعر شاومي ده سعر متوقع لانه لسه منزلش مصر، انما سعر ريلمي ده سعر رسمي. سعر شاومي المتوقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 7700 جنيه. سعر ريلمي الرسمي نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 9000 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهاية الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات. وكمان مستني اراك في هاتف شاومي ريدمي نوت 12 برو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.